ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالتأكيد الكل الآن يدخل على لعبة فيفا بيتا، تظهر له هذه الرسالة الخاصة بالتحديث، فالكل مفاجئ. يعني هل اللعبة توقفت؟ هل الصيانة ما زالت مستمرة؟ ولماذا لهذا الوقت الطويل؟ بالتأكيد يعني لحد الآن ليس هناك أي جديد فيما يتعلق فيفا بيتا. ويلا بنا الآن نقوم بعمل تفصيل صغير فقط حتى تفهم بعض الأمور. ويلا بنا لتعرف بأن لعبة فيفا بيتا فهي الآن موقفة، لأن طبعا هناك تحديث جديد للعبة فيفا 22، وهو حدث مونديال معروف بالتأكيد. الكل الآن يعرف حدث المونديال بأنه تم إضافته على مستوى لعبة فيفا 22 موبايل. ولكن ما الجديد فيما يتعلق في فيفا بيتا؟ لعبة فيفا بيتا في هذا العام نقول حالة خاصة. يعني كان في الأول المونديال يكون في شهر 6 أو شهر 7، وبعد شهر يتم بالتأكيد رجوع لعبة فيفا بيتا وتشتغل بشكل عادي. ولكن الآن أو هذا العام ماذا يحدث؟ بعد انتهاء المونديال قد ينتهي بعد طبعا اقتراب موسم جديد 2023، مباشرة سيتم فتح فيفا بيتا تقريبا 5 إلى 7 أيام، وبعد ذلك سيتم بالتأكيد تحديث لعبة فيفا 22 إلى فيفا 23 بشكل كامل. يعني لحد الآن ما عليك هو تنزيل لعبة فيفا موبايل 22 الرسمية ولعب فيها حدث المونديال كأيها الناس. يعني إذا وجدت فيها أي مشكل بإمكانك التواصل معي أو ضع سؤالك ومشكلتك في التعليقات. دائما أقولها، انضم إلى هذه القناة حتى تستفيد كل ما يتعلق بلعبة فيفا موبايل وبيس. نتمنى أن يكون هذا الفيديو بالتأكيد نال إعجابكم، فقط كانت في بعض المعلومات، فقط معلومات شاملة حول اللعبة، فهي الآن موقفة. لا تقلق يا أخي، حاول أنك تنزل لعبة فيفا موبايل الرسمية. دمتم أوفياء، فيديو آخر بحول الله.